شكله من بره مسيطر وقوي، لكن غيابك كسره من جواه. يلا يا برج الأسد، نشوف حبيبك ايه مشاعر وايه حقيقة العلاقة اللي بينكو وايه اللي هيحصل ما بينكو الفترة الجاية. لو حسيت ان كلامي لمس قلبك يبقى القراءة دي بطاقة مفتوحة بتاريخ أغسطس 2025. يلا يا شباب نشوف الطاقة العاطفية لبرج الأسد في شهر أغسطس 2025. يلا بينا. يلا بينا يا شباب. طاقتك يا برج الأسد يلي بتسمعني. قلت كلام يا برج الأسد، وكلام اتقال في العلاقة دي مش عارف تنساه. حاولت تبدأ تاني وفكرت تمشي أو تقعد، في الآخر قررت إنك أنت تمشي وتقفل المرحلة دي تماما وتجذب لنفسك حاجة حلوة. بس للأسف كنت كل مرة بتحاول تجذب حاجة حلوة كنت بتفتكر وجع القلب. حصل ولا لأ يا برج الأسد يا حبيبي اللي بتسمعني؟ يلا يا شباب اكتبوا لي في الكومنتات بتنطبق عليكم بنسبة قد ايه القراءة دي، واسمعوا للآخر علشان نشوف هيحصل ايه. ناخد رسالة من الملائكة. بيقول لك ايه يا برج الأسد؟ بيقول لك you have to believe ان لو في اي حد عمل اي حاجة قبلك فانت كمان تقدر تعملها، ومفيش حاجة اسمها مستحيل. طيب حبيبك اللي انت فاتح عليه القراءة بيقول لك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ بيقول لك انا كنت بتمنى ان انا اكون عملتك افضل من كده، وبيقول لك ان انا ما قدرتش اخليك تقرب مني اكتر من كده، وبيقول لك انك انت بتكلمه من خلال المزيكا. يعني انت لما بيسمع الاغاني اللي انتوا كنتوا بتسمعوها سوا بيفتكرك على طول يا برج الاسد. يبقى في كلام اتقال وفي بداية جديدة حاولت تعملها ما قدرتش، فضلت تفكر اقعد ولا امشي، في الاخر قررت انك انت تسيب العلاقة وتقفل المرحلة دي تماما، وحاولت تجذب لنفسك حاجات حلوة عن حياتك. لكن كل مرة كنت بتجذب لنفسك حاجة حلوة كنت بتجذب لنفسك وجع القلب. ماشي، نشوف طاقة حبيبك ايه يا برج الاسد. في وجع كبير قوي في العلاقة دي، يعني سواء منك او من حبيبك. حبيبك بيراقبك طول الوقت يا برج الأسد، صدق أو ما تصدقش فده اللي واضح قدامنا. بيراقبك وفي طاقة انتظار، مستني إنك أنت تكلمه، مستني بس إشارة منك. بيحتفل بحاجة الشهر ده، يمكن تكون نجاح عملي أو يكون عيد ميلاده أو يكون حاجة بتحصل معاه دلوقتي في الوقت الحالي. عايز ياخد ليك خطوة علشان خاطر يعاتبك، لكن خايف جدا ترجع تجرحه بالكلام وخايف منك. عنده طاقة تعلق جامدة جدا عليك ومش قادر ينسى. زي ما قلنا انك انت بعدك كسره ومش قادر ان هو يستوعب قد ايه انت بعدك كسره وخلى في جواه مكان مجروح ومش قادر، ولا هو يعني هو نفسه ان هو يجي ويتحاسب، حتى لو انت اللي هتحاسبه وهتعاتبه، بس هيموت ويعمل كده ومش عارف. تمام؟ براقبك طول الوقت يا برج الاسد. ايه طبيعة العلاقة دي؟ يلا بينا نشوف. running away، يعني دي طبيعة هارب ومطارد. اللي هو ايه يا سام؟ اللي هو يا حبايبي ان حد كل ما بيقرب منك قوي او انت بتقرب منه قوي بتخاف وتجري منه. يا ترى مين فيكم اللي بيجري من التاني؟ انا لغايه دلوقتي اللي باين لي ان انت اللي بتجري يا برج الاسد، وخايف من الحب، خايف تتوجع، خايف قوي انك انت بتفتكر الوجع اللي عشته قبل كده ومش عايز تعيشه تاني. عايز تفكر في حياتك العمليه، عايز تفكر في حياتك في نفسك
في خلاص يعني انا عايز اخر همي العلاقات والحب، اخر همي حبيبي ده، بس حبيبك مش سايبك في حالك. ليه؟ علشان الوجع اللي انت سايبه جواه يا برج الاسد. طيب الملائكة بيقولوا لك ايه؟ نون اكشن، ما تعملش ولا اي حاجة دلوقتي، ما تعملش اي اكشن، اهتم بنفسك، خد نفسك وخد بريك، وحاول انك انت تهتم بنفسك وتركز على نفسك وعلى طاقتك اكتر يا برج الاسد. يلا بينا نكمل معاك. عايزين نعرف ايه اكتر عنك انت يا برج الاسد. هل انت فعلا بتحبه؟ ايه مشاعرك ناحيته؟ عايزين نفهم، ما انت ممكن تكون انت نفسك مش فاهم ايه اللي جواك. يا سبحان الله. يا سبحان الله. طيب حب، انت بتحبه، حقيقة انا بقولك انت بتحبه وخايف على مشاعرك واحاسيسك جدا، وخايف يعني من البداية الجديدة، نفسك انك انت ترجع وتكلمه، وفي نفس الوقت علشان بس انت خايف من اللي بنيته في العلاقة، خايف على اللي بنيته في العلاقة، وخايف على قلبك. عندك حب كبير جدا في قلبك يا برج الاسد، ومش عارف تعبر عنه. يعني برج الاسد ده غريب جدا، من الابراج اللي هي بتتكلم بسهوله وتجامل الناس كلها وتجامل طوب الارض. لو اي حد قدامك هتلاقي نفسك لسانك جميل جدا، الله انت سهل، الكلام بيطلع سهل. يجي قدام حبيبه لسانه يتعقد ويسكت، الكلمه بتطلع تقيله موت عليه. يعني خلاص، هو انت دلوقتي عايز تقفل المرحله دي، مش عايز تكمل، مش عايز ترجع، وفي نفس الوقت في جواك حاجه بتقول يا خساره التعب اللي تعبته في العلاقه دي. في عندك زي ما نقول معرفش، يعني في بعض الناس، في بعض الطاقات هنا وصلاني من برج الاسد ان عندهم محكمه، او عندهم جلسه، او عندهم حاجه هتحصل الشهر اغسطس. هل عندك يعني اي حد عنده جلسه محكمه او عنده حكم ان شاء الله بيكون في صالحه؟ انت، انا شايفاك انك انت متحفز جدا، خايف جدا، طاقة الخوف عالية جدا جواك، وحاسس ان انت اتظلمت جدا وعايز تاخد حقك، وحقك ان شاء الله بيرجع لك في شهر اغسطس يا برج الاسد. يعني لو اي حد عنده قضية او عنده جلسة في شهر اغسطس، ببشرك ان شاء الله يا برج الاسد انك انت بتنتصر في القضية دي ان شاء الله، وبتنجح انك انت تدوس وتنتصر على اللي ظلمك او اللي انت حاسس ان هو ظلمك، الله اعلم. كل واحد حر في مشاعره يا شباب. برضو الناس اللي بتتجسس على برج الاسد، يعني مش عايزين تعليقات سلبية بليز، ها. يلا بينا. طبيعة العلاقة دي ايه؟ بيقولك انها كانت علاقة قدرية، كان لازم ان ده يحصل علشان تتعلم الدرس ده، وعلشان خاطر ما تديش ثقة بسهولة لحد تاني يا برج الاسد. كارميك ريليشن شيب بيقولك ان كان في نسبة عالية جدا من النرجسية، ويعني كانت علاقة سامة، توكسيسيتي. بيقولك ان هي علاقة كارمية، وكان فيها جزء كبير جدا من النرجسية من حبيبك ليك. يعني كان في نرجسية غير طبيعية، واضح برضو يعني عندي هنا في الكروت. الحمد لله انت في كلام بيحصل، وبتاخد حقك من حبيبك اللي ظلمك. يلا ناخد منه رسائل يا شباب. حبيبك اللي انت فاتح عليه قراءات، يلا بينا. بيقولك ايه يا برج الاسد؟ بيقولك ان هو بيدفن نفسه في الشغل دلوقتي علشان ينساك، وبيقولك كمان بيقولك ان هو فقد الشعور بنفسه لبعض الوقت. احنا قلنا ان هو بيبان ان هو قوي، لكن بعدك عنه ساب فراغ كبير جدا جواه وكسره. وبيقولك ان هو متشكر جدا على الدرس اللي انت اديتهوله، يعني هو برضو مقتنع تماما ان كان درس واتعلم منه. وبيقولك ان هو عارف ان هو اتعدى حدوده معاك يا برج الاسد. تمام. طيب مكملين يا شباب مع برج الاسد وحبيب برج الاسد في اغسطس 2025.
حبيبك دلوقتي في وضع اللي هو مش داري انت بتعمل ايه، مش متخيل اللي هيحصل له، مش متخيل ان لو في حكم او لو في خطوة بتتاخد او لو في حاجة بتحصل هتيجي على دماغه. زي ما بيقولوا عايش دلوقتي اوقات سعيدة جدا، عارف ان العلاقة دي قدرية، مستني التواصل بتاعك، بيحتفل بحاجة تاني. زي ما احنا ما بنقول في عنده حاجة بيحتفل بيها. يعني برضو اكتبوا لي في الكومنتات، قولوا لي ايه اخبار حبيبكم لو انتوا دلوقتي يعني بتعرفوا اخباره. بيقول انك انت يا برج الاسد كنت الشمس اللي بتنور له حياته، كنت السعادة وما فيها، كنت انت الدعم والسند، كنت انت الظهر والسند، كنت انت اللي بتصرف، كنت انت اللي بتجيب، كنت عندك جنرosity غير طبيعية. يعني ايه؟ يعني برج الاسد احنا عارفين ان هو من اكرم الابراج في الحب، بيدي بيدي بيدي. فبيقول انك انت كنت الحظ وكنت العالم باللي فيه، كنت حبيبي حياتي، انا حياتي مش لاقي فيها سعادة من بعده. بيعترف بده قدام نفسه، لكن قدام الناس ما بيقدرش ان هو يبين ده. حس ان هو الوجع اللي انت وجعته له بتركك ليه اثر فيه جامد جدا، ده لو كنت انت فعلا سبته. وحاسس ان هو اتعلم جامد واتفتحت عنده العين الثالثه بعد العلاقه دي يا برج الاسد. الملائكه بيقولوا لك ايه؟ يلا بينا نشوف. بيقول لك ان كان في العلاقه دي ادمان، في نوع من الادمان. حاول انك انت لو كنت مدمن على حاجه، يعني ممكن يكون كان في حاجه انتوا بتعملوها سوا وكنتوا مدمنين عليها، ممكن تكون عادي، يعني ممكن تكون نوع من جانك فود مثلا بتاكلوه سوا، ممكن تكون لعبه كنتوا بتلعبوها سوا، ممكن تكون خروج سهر whatever. يعني بيقولك انك انت حاول انك انت تتعالج من الادمان اللي اخدته في الحاجة اللي انت كنت بتعملها مع حبيبك. ممكن تكونوا بتشربوا سجاير، ممكن تكون ما اعرفش، يعني انتوا بتذاكروا سوا، ما اعرفش، بتاكلوا سوا، بتشربوا سوا، ايا كان اللي انتوا الحاجة اللي كنتوا بتعملوها سوا هي دي اللي مرجعاك ومكتفاك، لان ده بالنسبة لك انت بيعتبر كنوع من الادمان يا برج الاسد. بيقول لك حبيبك ان احنا محتاجين نسيب بعض شوية، وبيقول لك ان هو بدأ يفهم طبيعة العلاقة اللي ما بينكم، وبيقول لك ان احنا الاتنين عارفين ان انا ما كنتش الشخص المناسب ليك يا برج الاسد، وبيقول لك ان هو مش قادر يبطل تفكير فيك. الملائكة بيقولوا لك يا برج الأسد إن في العلاقة دي يعني أنت اتعلمت حاجة واكتشفت حاجة غريبة جدا. ممكن تكون من كتر ما أنت ما كنت بتقعد مع نفسك في بعض الأوقات كنت بتحس إن حبيبك ده هو المراية بتاعتك، كنت بتشوف نفسك فيه، كنت بتحس إن لما بتبصله إن أحداث كتير في حياته بتحصل أو حصلت شبه الأحداث اللي حصلت في حياتك. يعني ممكن يكون في فرق بينكوا في الديانة أو في الجنسية أو في البلد أو في أي حاجة، ومع ذلك كنت بتحس إن هو شبهك في حاجات كتير، وده من ضمن الحاجات اللي مسببه لك وجع جامد جدا، إنك أنت ما قدرتش تفسر ده. يعني ايه اللي مخلي البني ادم ده مخليني مرتبط بيه قوي كده؟ هو ان بشوف فيه حاجه شكلي، احنا الاتنين شكل بعض في حاجه واحده. تمام. طاقتك بتتقل جامد جدا يا برج الاسد من القلق، من الخوف، من الانتظار. طاقتك بتتقل جامد جدا من حاجات انت نفسك تعرفها. الحيرة بتزداد عليك، بتحس انك انت دخلت في طاقة سلام نفسي على نص شهر اغسطس، وبتحس انك انت الحمد لله انا احسن من ناس كتير غيري، انا حققت كذا وكذا وكذا، وبتبدأ تراجع نفسك وتتغلب على الطاقة التقيلة والتقل اللي في طاقتك اللي مخليك متكتف ومش قادر تمشي. وكمان الغموض اللي هو كنت الحاجات كتير اللي كنت مش عارف تفسرها عن حبيبك
احداث كتير او حاجات كتير عملها ما كنتش لاقي لها تفسير يا برج الاسد. بتبدا انك انت تتخطى ده كله بانك تشتغل كتير، بتبدا تركز على نفسك، على شغلك، على مادياتك، وتبدا تشتغل كتير يا برج الاسد. يلا بينا يا شباب نسال 3 اسئله في عقلك وبالك كده. تمام. احكوا لي يا شباب حكايتكم، واحكوا لي ايه اللي بيحصل معاك في شهر اغسطس. ارجعوا اكتبوا لي تاني، يعني ارجعوا اكتبوا لي ايه اللي حصل من اللي احنا بنقوله ده. تمام. يلا بينا. لو انتوا بعيد عن بعض او متفرقين، هل في رجوع في شهر اغسطس او لا؟ يلا بينا. والله انت حاسس كده ان الدنيا مدياك ظهرها اليومين دول، انما لا، ان شاء الله يا برج الاسد في رجوع وفي حكم ان شاء الله بيكون لصالحك ولنصيبك. يلا بينا يا شباب نقول برضو، لو انت سنجل يلي بتسمعني، هل يا برج، على فكرة انت في دلوقتي يعني في طاقة رجوع جامدة جدا لحد وانت رافضه. ده برضو ظهر معانا من ضمن الحاجات اللي ظهرت، في حد بيحاول يرجع لك وانت رافض ترجع له، او حد يحاول يتواصل معاك وانت قافل قلبك يا برج الاسد. في حد في حياتك بيزن عليك بيحاول يرجع لك وانت بترفض. تمام. ده غير ان في حد جديد بيدخل طاقتك. طيب لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل يا حبيبي يا اللي بتسمعني، هل هتقابل حد جديد في شهر اغسطس 2025؟ يلا بينا. انت مش عايز، انت مش عايز حد جديد. حساك كده ايه يعني، قافل قلبك. بس يمكن بعد نص الشهر ان شاء الله الطاقه بتتفتح وبتبدا تفتح قلبك وتستقبل وتجذب حب جديد، حب حلو قوي. بتنجح انك انت تجذبه يا برج الاسد، بتنجح انك انت تجذب حب جميل من بعد نص الشهر كده ان شاء الله. يلا بينا نشوف. حط سؤال، اي سؤال في عقلك وبالك ونشوف سوا اجابته، هل او لا. يلا بينا. ايوه يا برج الاسد، والحاجه دي هتحصل ان شاء الله وهتحتفل بيها وهيكون احتفال حلو جدا. شكرا يا برج الاسد يا حبايب قلبي ونورتوني. شكرا يا حبايبي.